الفريق الياباني بالحصول على المركز الثالث أو المركز الرابع. الترجيحية في الطريق لكي تبدأ، وطبعا سوغينيو راح يكون في حراسة المرمى، ويبدو أن السد راح يلعب الضربة الترجيحية الأولى في الضربة الترجيحية الأولى على ما يبدو مامادو نيانغ. والله نيانغ كان مفروض ينهيها في الشوط الثاني من المباراة، لكن الآن وقد أدت الضربات الترجيحية تفاعل كبير الحقيقة في الملعب الكبير ملعب يوكوهاما الدولي. نيانغ والضربة الترجيحية الأولى لمصلحة فريق نادي السد. إذن السد والضربة الترجيحية الأولى الهامة أكيد، ولدينا سوغينو حارس مرمى كاشيوا ريسول، والضربة الترجيحية الأولى. إذن أمامنا اصطف كل لاعبي الفريقين في الأماكن المخصصة، ونيانغ يتقدم، نيانغ يسجل، ينجح مامادو نيانغ في تسجيل الضربة الترجيحية الأولى لمصلحة فريق نادي السد. حط الكرة على يمين حارس المرمى سيغونو، وبالتالي سجل الهدف. والآن يظهر الصقر محمد صقر. كثير من المباريات حسمها محمد صقر، وبالذات يعني سواء مع منتخب قطر أو مع نادي السد، وحتى في المباراة النهائية. إذا لكاشيوا الضربة الترجيحية الأولى بواسطة فاغنر الضربة الترجيحية الأولى، فاغنر البرازيلي ومحمد صقر القطري، وفاغنر الضربة الترجيحية الأولى لكاشيوا. فاغنر يسدد في نفس المكان اللي سدد فيه نيانغ، وبالتالي صارت 1-1 الضربة الترجيحية الأولى لكل فريق. يعني نيانغ نجح، فاغنر نجح، الآن كيتا الضربة الترجيحية الثانية لمصلحة السد. لاعبي فريق كاشيوا مصطفين كما هو واضح، بالقرب منهم فريق لاعبي فريق نادي السد من بين الفريقين مساعد الحكم وحكم المباراة اللي يتتبع ومتواجد في المكان المخصص له، وعبد القادر كيتا على تنفيذ الضربة الركنية او الضربة الترجيحية الثانية. كيتا يسدد، حلوة، يسدد عبد القادر كيتا الضرب. شوف كنا نقول قبل ان تبدا المباراه ان الفريقين عامل الجد حاضر، لان المركز الثالث يبحث عنه الفريق الياباني، يبحث عنه الفريق القطري، لذلك عامل الجديه كان مسيطرا على اجواء المباراه بشكل عام، وحتى في الضربات الترجيحيه. هنا الضربه الترجيحيه الثانيه لمصلحه كاشيوا ريسول. اللاعب البديل راح يلعب الضربة الترجيحية الثانية. يتقدم وصقر في المرمى أيضا. أنت تلاحظ معي هنا سوا يسجل طبعا الضربة الترجيحية الثانية لمصلحة كاشيوا، لكن تلاحظ معي الضربات الترجيحية والأهداف الأربعة كلها على يمين حارس المرمى، وهذا المرمى الأيسر البرازيل رونالدو سجل هدفين وفازت البرازيل ببطولة كأس العالم. اليوم الضربات الترجيحية لغاية الآن الأربع كلها على يسار حارس المرمى، أولا سوغينو وبعد ذلك محمد صقر. نشوف الآن إبراهيم ماجد وين راح يلعب الكرة. إبراهيم ماجد ضربة ترجيحية ثالثة. هو إبراهيم ماجد عنده تسديدات قوية، لكن أتمنى أنه ما تكون بعيد، أتمنى أنه ما تكون بعيد. إبراهيم ماجد تنفيذ الضربة الترجيحية الثالثة. إبراهيم خلاص راح إبراهيم، يعني هذه من الكرات، لاعب عنده تسديدات قوية، خلاص إذا كانت يعني بهذا الشكل ما يقدر لها حارس المرمى، لا سوغينو ولا غير سوغينو، لأن التسديدة قوية. وأنت تلاحظ معاي أن كل الكرات الآن الخمس ضربات الترجيحية اللي تم تسجيلها كل الكرة على يمين حارس المرمى سواء سوغينو أو صقر. الآن الضربة الترجيحية الثالثة لكاشيوا ريسول. ما ضيع وعد ضيع انت والله. يبدو ان اللاعب ساكاي، شكله ساكاي والله شكله. شوف اللاعب ما ادري والله، العلم عند صاحب العلم، لكن اللي يسوي لك هالحركات اللي يحط الكرة ويخلي الكرة وما الى ذلك دليل ربما يكون على ارتباك. الضربة الترجيحية الثالثة نعم كان صقر في الموعد،
كان صقر في الموعد، وبالتالي اللاعب اللي ظهر عليه الارتباك. احنا لاحظنا الضربات الترجيحيه السابقه، خلاص اللي تقدم. وشوف اول ضربه ترجيحيه على يسار حارس المرمى يتمكن منها. اذا برافو محمد صقر. الضربه الترجيحيه هنا تضيع من هياشي اللاعب البديل، ضيع الضربه الترجيحيه. شنو المطلوب الان من لاعبي فريق نادي السد؟ يسجلون، اللاعب القادم يسجل ان شاء الله، وباذن الله يتمكن. طبعا الضربه الترجيحيه باذن الواحد الاحد يتمكن منها الهيدوز. يا الضربه الترجيحيه الرابعه، التقدم، برافو. الضربة الترجيحية الرابعة يتمكن منها مباشرة حسن الهيدوز، والسد الآن يسجل الضربة الترجيحية الرابعة. وبقت عبد الله يضيعها الآن اللاعب الياباني، يضيعها اللاعب الياباني. تنتهي قبل النهاية، يسويه ابو صقر، يعملها ابو صقر. اليوم الخاص يعملها ابو صقر، وبالتالي للمرة الثانية قبل النهاية مثلا الضربة الترجيحية الهامة الرابعة. ابو صقر وين؟ لكن في المرمى ما عليه. الآن الحسم أوتاني يسجل، لكن لدينا هياشي يضيع. شو المطلوب الآن؟ المطلوب من المتقدم يريح أعصابنا كلنا، خلاص يريح أعصابنا ويسجل الهدف ويدخل السد التاريخ ويحصل على المركز الثالث إن شاء الله من اللاعب على تنفيذ الضربة الترجيحية الخامسة يا بالحاج، يا بالحاج في الجول، جول من الضربة الترجيحية الخامسة مرة أخرى. السد في مختلف الملاعب، وصولا إلى المباراة النهائية. البطل كان محمد صقر في النهائي، اليوم الثالث والرابع البطل محمد صقر، والأبطال نادي السد، والأبطال اللي سددوا الضربات الترجيحية نيان كيتا، إبراهيم ماجد، حسن الهيدوز، وأخيرا الجزائري الرائع